شوفولي على هاليبرة المسقسق والمنغنغ واللي بينهدى الملوك، وأحلى وأطيب من هيك يبرة ما رح تلاقوا. معنا كيلو ونص ورق عنب غسلتهم وفورت عليهم تفويرة صغيرة وحطيتهم بمصفاية، وأهم شي بورق العنب يكون الورقة رقيقة وعروقه ناعمة. ومعنا كيلو رز مصري مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، ورح نضيف عليهم البهارات اللي هن معلقة كاري ومعلقة فليفلة ومعلقتين نعناع يابس، ورح نضيف نص معلقة فلفل أسود ومعلقة كبيرة ثوم مهروس ومعلقة ماجي و4 معالق سمنة وربع كوب زيت، ومنقلب كل المكونات منيح مع بعضها. وهلا رح نفضيه بطبق كبير مشان نعرف نقلبه منيح مع اللحمة واللية. رح نضيف عليهم نص كيلو لحمة ضاني وربع كيلو لية ومعلقة ملح، ومعنا كوب مي مشان الرز ما يطلع مكتوم بقلب اليبرق. وهلا منقلبهم كتير منيح مشان تتخلط كل المواد مع بعضها، وهيك قوامه كتير مزبوط ورح يساعدنا ويسهل علينا لف اليبرق. وخلينا نبدأ بلف اليبرق. بناخد ورقة ومنخلي السطح الناعم لتحت والخشن لفوق، ومنحط شوية رز ومنطوي من الجنبين، وبعدين منلفها بهاي الطريقة، ونحن عم نلفها ما منشد عليها كتير مشان ما تطلع مكتومة. ورح نكمل لف باقي الكمية ونرجع لكم. وبعد ما خلصنا لف ورق العنب خلينا نبدأ بتطبيق طبختنا. معنا 2 كيلو ريش خروف رح نرصهم بأرضية طنجرة الضغط، وهي اللحمة هي اللي حتجيب الطعم الأصلي لليبرق. وهيك بنكون رصينا قطع اللحمة ورح نبدأ برص اليبرق. رح ناخد كمية صغيرة من ورق العنب ونصفون على دور مدار أطراف الطنجرة بهذا الشكل. ومعنا ربع كيلو شرحات لية رح نصفون فوق اللحمة بهاي الطريقة، وباقي اللية منصفها فوق اليبرق. وهون هلأ منرجع نعبي المكان الفاضي، منحط 4 روس توم كبار. وهلأ منكمل رص باقي اليبرق، وهي الشكل الأخير بعد ما خلصنا رص كل باقي اليبرق. وهلأ خلينا نحضر شوربة اليبرق. 2 كيلو ماء سخن ومنضيف عليهم معلقتين ماجي ونص معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة ملح ومعلقة ونص ملح ليمون، ومنقلبهم لحتى تذوب كل المكونات. ومنجيب طبق كبير ومنحطه فوق اليبرق، ومنحط فوق منه شي تقيل مشان اليبرق ما يفك معنا، ورح نضيف فوقه الشوربة اللي عملناها، ورح نقفل طنجرة الضغط كتير منيح ونرفعها على نار عالية، وبس تصفر منوطي عليها ومنتركها لمدة 2 ساعة. وهذا شكلها بعد ما فتحنا عليها. ما شاء الله الريحة بتجنن والشكل خرافي. رح نتركها تبرد ربع ساعة وتتماسك ونقدر نقلبها. وهلأ رح نصفي المرقة. هلا بدنا نقلبها. بنسمي بالله بسم الله. شوفوا لي هالمنظر، شي بشهي وبيغوب القلب. وهلا رح اعلمكم طقوس اكل اليبرق السوري. بناخد حبتين يبرق على شقفة خبزة وبنحط عليهم اللحمة الدايبة ذوبان وقطعة لية، وبنعصر عليها هالثوم وبنغمسها بالمرقة وبناكلها. واطيب من هيك لقمة ما في، بتاخدك لعالم تاني. وإذا عجبك الفيديو وصلنا إياه لعالم تاني. سلام.